السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرؤيا كما وردت التاريخ الثلاثاء 17/9/2025 ميم الموافق 20 ربيع الأول 1447 هو. عنوان الرؤيا: اشتياق العنقاء لموعد اللقاء. تزامنا مع مرتبة الإحسان. نص الرؤيا: رأيت في منامي هذه الليلة مشاهد متعددة، سأكتفي بذكر أحدها كما رأيته واضحا جليا. رأيتني ألتقي بفتاة تدعى عنقاء، وهي فتاة كنت أعرفها منذ زمن الصبا، وكانت تسكن في جوارنا، غير أننا لم نرى بعضنا منذ سنين طوال. وفي هذه الرؤيا كان لقاءنا لقاء شوق متبادل، اشتياق من الطرفين، كأنما طال الغياب وآن الأوان للوصل. تعانقنا عناق مودة ومحبة، عناقا فيه قرب وصفاء، بلا خوف ولا حواجز ولا أعين تترصد. لم تكن تخشى العنقاء من إخوة لها كما كان في السابق، ولا كان هناك ما يمنع لقاءنا. كان ذلك اللقاء محتوما، مكتوبا، كأنه قدر مقدر لا مهرب منه. ثم تغير المشهد، وكأن العنقاء تمثلت لي بصورة فتاة أخرى ذات جمال وبهاء، تجلت أمامي باسم جديد: مرتبة الإحسان. ففهمت أن العنقاء في حقيقتها تجسيد للجمال والدين، فهي حسنة الخلق والخلق، ذات جوهر نفيس، كما جاء في الحديث: فاظفر بذات الدين تربت يداك. تاويل الرؤيا: ملخص وتأمل في رموز الرؤيا. العنوان: اشتياق العنقاء لموعد اللقاء تزامنا مع مرتبة الإحسان. هذا العنوان وحده يحمل رمزية عميقة، سنفككها كالآتي: رموز الرؤيا وتأويلاتها الممكنة. وثر العنقاء. العنقاء في الأساطير والموروث الرمزي العربي والإسلامي ترمز إلى شيء نادر الوجود أو غير مألوف، مخلوق عظيم الجمال والقوة، وأحيانا يعبر بها عن المرأة الفريدة في صفاتها، أو أمر عظيم لا يدرك بسهولة. في تأويلك الذاتي قلت إن العنقاء هي عنقاء المغرب، وهنا تشير إلى رمز معروف في أدبيات الملاحم والإشارات، حيث ترمز إلى شخصية أو كيان يظهر في نهاية الزمان ويكون له شأن عظيم، وهي غالباً أنثوية الصفات أو الرؤية، لكنها ليست بالضرورة امرأة حقيقية. لقاء العنقاء بعد طول غياب. هذا رمز إلى تحقق وعد أو عودة شيء طال انتظاره. الاشتياق المتبادل يدل على توافق داخلي أو صدق النية من الطرفين. اللقاء دون خوف أو عوائق يدل على أن الوقت قد حان وأن التمكين حاصل أو قريب، وكأن الرؤيا تشير إلى أمر كنت تنتظره منذ زمن الصبي، رمز البدايات والطهارة. وسيسمني من الإحسان، مرحلة النون روبوت.